الخاصة الذين يحاصرون اليوم. أهدي هذا النصر لأحمد ياسين، أهدي هذا النصر لإسماعيل هنية، لكل الثوار، والله لكل الثوار، حتى من النصارى، حتى لمن لا يدين بهذا الدين. هذا نصر لكل الأحرار في العالم. هذا اليوم يوم الوفاء. أنا أتمنى من أخي عبد الجليل، وأعرف أنه هو طلب شكلي، أتمنى أن يسمى شارع جمال عبد الناصر. أتمنى أن يتخذ المجلس الوطني الانتقالي قرارا بتسمية شارع جمال عبد الناصر بشارع الشهيد المهدي زيو. نعم، هذا يوم الوفاء. لابد أن نكون أوفياء لهؤلاء الشهداء، لابد أن نكون أوفياء لهؤلاء الشهداء، أن يسمى شوارع طرابلس. أنا لست ضد الناصرية ولا كذا، لكن لدينا أبطال، لدينا أحرار. أيضا شوارع البيضاء لابد أن تحيوا أحراركم وشهداءكم. ولكن سيد هذا يعني يوم الوفاء يا أخي. أنا سيد ونيس يعني عفوا يعني أنا معذرة لهذا الانفعال، نعم، ولكن أنا أعني ما أقول. لا يعني لا ليس دفاعا لا عن جمال عبد الناصر ولا عن الناصرية. يعني لم تجد في كل الشوارع من يحتاج إلى التغيير إلا شارع جمال عبد الناصر يعني يعني من كل الشوارع لم تختار إلا هذا الشارع. لم تختار إلا هذا الشارع. شوف لا، أنا لا أقصد الناصرية، أنا وضحت هذا، لكن الدنيا لا هو عمليا وعلى كل ليست هذه القضية، هو بين قوسين فقط بس. لا يوجد في أمتنا، أرجوك أخي، لأن أنا أخشى أن يفسر هذا الكلام خطأ. لا يوجد بطل دائم على مر التاريخ. عبد الناصر ليس هو البطل الأوحد. أنا أقول هناك أبطال في الأمة، لماذا لا يخلدون وتكتب الشوارع بأسمائهم؟ نحن لدينا أبطال، لماذا نستورد الأسماء من الخارج؟ على كل أنا هذا ما أريد أن يحيوا هؤلاء الناس، لأنهم سيذهبوا في طي الكتمان. اسمح لي فقط سيد ونيس، المبروك. وكذا سيذهبوا طي الكتمان. اسمح لي فقط، هو يعني مسألة شكلية أنا أريد أن تعليق بين قوسين فقط يعني. بالنسبة للأجواء الآن في بنغازي، هل هناك أي تخوف؟ غياب الحكمة وغياب الرؤية الواسعة والثاقبة هو اللي وصل الفيديو إلى موقف إليه. وأعتقد أن مشاكلنا كانت سهلة وكانت بسيطة، وكان يمكن تحل المشاكل نعم. سيد محمد، الشعب الليبي الآن يستمع إليك. لو أردنا أن تحدثه من القلب وأن توجه رسالة إلى الليبيين وهم يستقبلون عهدا جديدا، أنا أتعرض لي اليوم الآن. نحن هذا الطلق الناري حول بيتك، حول بيتي، في بيتي. لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. هذا داخل البيت أم خارج البيت؟ أيوة، إن شاء الله سليم الوضع. الأخ محمد. نعم يا سيدي، سلامتك. إن شاء الله الطلق هذا داخل بيتك؟ نعم. بين من ومن؟ ليس لي. نعم. يعني للأسف الصوت يقطع ونحن نقدر وضعك الآن. من يطلق النار سيد محمد؟ ليس لدي أي فكرة. هذا داخل البيت. يعني للأسف انقطع الاتصال. ننوه بأننا كنا نتحدث مع محمد معمر القذافي، النجل الأكبر للعقيد معمر القذافي. هو الآن في بيته، قال بأنه أعطي الأمان وبأنه موجود في بيته، وحاول أن يوجه رسالة إلى الليبيين، لكن للأسف لم نتمكن من سماعها، لأن بمجرد طرح السؤال انطلق إطلاق نار. كنا نظنه حول البيت ولكنه يقول داخل بيته. للأسف لا نعرف من يطلق النار على من، وواضح الارتباك في صوت محمد معمر القذافي. نتمنى السلامة إن شاء الله، لا يكون أصيب أحد، خاصة وقد أعطي الأمان، وخاصة وقد قيل الكثير من قبل القيادات الثورية وفي المجلس الوطني الانتقالي على ضرورة أعطاء المكان
التسامح والتراحم وعدم الدخول في أي عملية تصفية حسابات، وكان هذا هو النداء الذي وجهه الجميع للليبيين. سيد غوغا ينضم إلينا هنا في عفوا أنا اختلطت علي الأسماء هذه الليلة. بالنسبة لما كنت تتابعه الآن، ما تعليقك؟ يعني اسمح لي يا أخي محمد، هو دعني أروي لك ما حدث. أنا ربما أحد الناس الذين اتصل بهم السيد محمد القذافي في الساعات الماضية وطلب الأمان، واتصلنا بالإخوة في أكثر من مكان وطلبنا منهم شيئا واحدا فقط. قلنا لهم الرجل مع أمه وزوجته وأطفاله وهو في البيت الآن، موجود في البيت. أنا دعني بصراحة يعني أنا تأثرت جدا لما سمعت من إطلاق رصاص الآن. دعني أوجه النداء الآن في هذه اللحظة للأستاذ مصطفى عبد الجليل. شيخ مصطفى، أرجوك أن تخرج الآن، أخرج الآن، أطلب من ثوار طرابلس جميعا بأن يعطوا الأمان لهذا الرجل. هذا الرجل احتمى بنا، احتمى بثوارنا، واحتمى بك أنت شخصيا وبالمجلس الانتقالي. هو لا يريد شيء، يريد فقط أن يبقى في بيته، فليحاصر بيته الثوار من أجل حمايته. ليس مسلحا، ليس لديه أي سلاح في داخل البيت، كان بإمكانه أن يهرب أو يخرج، لم يخرج من بيته وبقي. نحن نريد أن نقدم نموذجا أخ محمد في هذه الثورة، لا نريد أن نسفك دماء، لا نريد أن نبدأ هذه الثورة بسفك دماء الناس ولو كان ابن معمر القذافي. وهذا الرجل، أنا أقول هذه الكلمة وأنا مسؤول عنها، هذا الرجل لم يعلق أبنائنا لا في المشانق، ولم يقتل أبنائنا في سجن أبو سليم، ولم يرتكب أي فظائع. وبالتالي يجب الحقيقة أن على الأقل أن يعامل معاملة الرجال الذين إذا وقع بين أيديهم الأسرى فإنهم يعاملونهم معاملة الرجال الأحرار. ثوارنا في كل المناطق في طرابلس، في جبل نفوسة، أعطوا نموذجا رائعا للتعامل مع أبناء الكتائب الذين يقتلونهم، ما بالك بالسيد محمد القذافي الذي لم يرتكب هذا. أتمنى من المجلس الانتقالي من الأستاذ مصطفى عبد الجليل أن يخرج، وأنا أوجه هذا النداء لثوار طرابلس الآن. ثوار طرابلس، أرجوكم اتجهوا فورا إلى بيت الأخ محمد القذافي، محمد معمر القذافي، وأنتم تعرفونه أين. وفروا له الحماية لأسرته ولأولاده. وأقول كلمة أخيرة، كتيبة تحرير طرابلس اتصلت بكم أكثر من مرة ووعدتموني بأنكم سوف تحمون محمد القذافي. كتيبة تحرير طرابلس، الأخ أبو سعيد توفيق الجربي والأخ مهدي الحراتي، أنت تسمعونني الآن، وعدتم بأن توفروا الأمان لهذا الرجل. دم هذا الرجل في رقبة هذه الكتيبة، أقولها من الآن بصراحة، لأن ما يحدث لا يمكن أن نسكت عنه ولا يمكن أن يسكت عنه أي ليبي. نحن هذا الرجل طلب الجوار وطلب الأمان، نحن نعطي الأمان لمن ربما ارتكب بعض الفظائع للشعب الليبي، وقلنا نترك القانون ونترك الحكم أو نترك أخذ الحقوق للمحاكم. غدا ستتشكل دولة أخ محمد سيكون فيها قضاء. إذا كان الأخ محمد معمر القذافي ارتكب أي فظائع في حق الشعب الليبي يجب أن يقدم لقضاء عادل، ويجب وخصوصا أنه أعطي الأمان. نحن الحقيقة لا ندري ما الذي حصل، وحبذا لو بعد أن تخرج من الاستوديو تحاول الاتصال حتى تفهم ما الذي جرى حتى نواكب، لأن أيضا لدينا مسؤولية. نحن كنا نتحدث معه على الهواء ولا نريد أن يسجل علينا بأنه لا سمح الله جرى أي شيء ونحن كنا معه على الهواء، لأن هذه مثل ما هي إساءة لما تقول أنت الآن عنه، هو إساءة أيضا لوسيلة الإعلام التي تتحاور معه. لا نريد لا سمح الله أن يصاب لا هو ولا والدته ولا أطفاله ولا عائلته بأي شيء وهو يتحدث إلى وسيلة إعلام. هذا غير أخلاقي. ولكن هل تستبعد أن يكون من يطلق النار ربما حراساته؟ لأن الحقيقة لا ندري. لديه 3 أشخاص في البيت، كل الحراسات التي لديه هي 3 أشخاص مسلحين. طلبنا منهم أخ محمد بكل صراحة أنه في حال يعني بمعنى أنه الثوار سوف يقومون فقط بحراسة البيت، وأنه لن يكون هناك أي اشتباك. لا أدري هذا الاشتباك أنا أخشى أن يكون هو اشتباك بين حراسه وبين الثوار في الخارج، وليس له مبرر. الرجل في الحقيقة تحدث معي، طلب الأمان معي شخصيا وطلب الأمان من شخصيات كبيرة أيضا، وقال أنا منذ 5 أو 6 أيام طلبت من شخصيات في المجلس الانتقالي لا أعرف من هي، وقالت له يمكن أن نعطيك الأمان بشرط أن تعلن
فقال لي أنا يا سليمان أنا موجود في طرابلس وأبي وإخوتي موجودين في البيت وكلنا في يعني أنا لا أستطيع ماذا تريد أن أخرج قبل 5 أيام؟ أقول أبي ضال مضل قتل الليبيين وما إلى ذلك. بغض النظر أنا كما قلت يجب أن يفهم هذا الكلام في محله. الأخ محمد معمر القذافي مواطن ليبي، إذا أخطأ في حق أبناء الليبيين يجب أن يوجه أو يذهب إلى المحكمة عادلة توفر له كل أسباب الحكم العادل، بعد ذلك يقول القضاء حكمه وعدله. آمل من أستاذنا الجليل الشيخ مصطفى عبد الجليل، هو يسمعني ربما الآن، أن يخرج وفي أي لحظة يوجه نداء لثوار طرابلس لتوفير الحماية لا لمحمد وعائلته، الرجل مع والدته مع أبنائه مع أطفاله مع زوجته وهو في البيت. قال لي أنا في البيت، أنا لن أخرج من بيتي ولست مسلحا وليس لدي أي، وبالتالي ما أريده هو توفير الحماية فقط لي. وأعتقد أن ثوار طرابلس من التعقل بأن يوفروا لهذا الرجل، وخصوصا أنه احتمى بكم أيها الثوار. نعم، على كل نرجو من الأخوة المسؤولين عن التحرير ربما محاولة الاتصال بالسيد مصطفى عبد الجليل